لو الفلوس قليلة يبقى محتاجين نقلل طلباتنا، لكن كل ما بتخش تشتري المج اللي سبونج بوب لمجرد ان هو عليه عرض فاحنا كده بننزف يا سلطان. انا فل الدنيا تمام قوي كده، انا هقفل قلبي خلاص على كده. اخدت بالي من حاجة ان يوم واحد في الشهر الحياة بتبقى عبارة عن بقولك ايه ما تبعتلي، انا هبعتلك بس انا مستنيهم يبعتولي عشان ابعتلك. فهمتك، اصل انا ما لقيتش حد بعت فقلت اخش اقولك تبعتلي عشان في ناس مستنياني ابعت لها، فبدور على اللي المفروض يبعتلي عشان يبعتلي عشان الناس اللي مستنياني ابعت لها ابعت لهم، فاهم قصدي؟ لكن انا في العادي عمري ما هقولك ابعت الا لو كنت فعلا محتاجك تبعت عشان في ناس مستنياني ابعت لهم. بعت هبعتلك انا، بس هو يبعتلي وانا هبعتله على طول. اول ما يبعتلي هبعتلك تبعتلي ان انت بعتلي، انت معاك الانستا باي بتاعي، حولت تمام وصل. حصل يا كبير، وصل يا باشا. فاضل 20 كده، فاضل 5000 جنيه لحد اخر الشهر. تمام، يبقى انا في اليوم مش محتاج اصرف ازيد من 160 جنيه. مش عارف ازاي بس انا همسك ايدي. هوب الباب يروح مخبط. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك متاخر في صيانه العماره. تمام، اللي هي كام بقى؟ 1250 يا فندم. طيب اوكي اتفضل. كده 5030. خلاص يبقى انا المفروض مصرفش ازيد من 125 جنيه في اليوم. مش عارف اعملها ازاي بس همسك ايدي يعني. كده احط بنزين في الاسبوع ب 400. مش عارف اعملها ازاي بس كده انا همسك ايدي ازاي؟ مش عارف امسك ايدي. هو ده الشهر بالظبط بقى اللي العربيه عملتها فيه ومحتاجه 3500 جنيه، فانا كده معايا 250 جنيه لحد اخر الشهر. لو تعرف اعملها ازاي يا ريت تقول لي في الكومنتات. البرد الجاي ماشي. ساعات كده حد من اصحابي يقول لي يلا نخرج، اول حاجه بفكر فيها هو من انهي طبقه، لانه في ناس انا مش هخرج معاهم، لاني مش هروح اكل بيتزا ب 500 جنيه سمول عشان اصورها واحطها على الانستجرام. انا عارف ان نفس الناس دي دلوقتي بتضحك، بيقول لك ده غلبان قوي، ده بياكل بيتزا ب 500 جنيه، بس معلش انا بحب امشي في حارتي. يعني زمان كنت بتضايق قوي لما اهلي يقولوا لي هتاكل بيتزا ب 500 جنيه، طب ده انت كنت جبت الفلوس دي وعملنا بيها عزومه في البيت. لما كبرت عرفت ان هم كانوا بيتكلموا صح، ودلوقتي انا بقيت بحسب ال 500 جنيه يعني الخروجه انا بقيمها بعدد كيلوهات البانيه. يعني انا دلوقتي بحسبها ازاي؟ بقول ال 500 جنيه دول يجيبوا في حدود ال 2 كيلو بانيه، لان دلوقتي على حسب اسعار بورصه الفراخ اليوم الكيلو البانيه ب 215 في الرينج ده في الحته اللي انا ساكن فيها طبعا. فبقول اجيب 2 كيلو بانيه واجيب لي 4 كيلو مكرونه وصلصه واعزم صحابي ونقعد نتفرج على فيلم مسروق من الاي بي تي في وتبقى سهره عناب. انا فل يا دنيا تمام قوي كده. في يوم طلبت ان درايف والمشوار عامل 260 جنيه على اوبر، بس اوبر ما كانش فيه عربيات متاحه. دخلت اطلب ان درايف لقيته حاطط لي 300 جنيه. قلت مش هصغر دماغي في 40 جنيه، فكبات ان الان درايف كاتبين لي 400 جنيه. عايز بس الفت نظركم لحاجه، ان هم اصلا اخترعوا الابلكيشنات دي عشان سواقين التكاسي كانوا بيعملوا نفس الحركه في الحياه الحقيقيه، فواضح قوي ان انتوا بقيتوا تعملوا نفس الحركه بس ديجيتال. فعايز بس الفت نظركم لحاجه، ان الموضوع ده بقى بيجيب ضحك على وسائل التواصل الاجتماعي، فتكير بقى. انا هقفل قلبي خلاص على كده. وانا داخل اشتري هدوم عايز اقول لاي حد محترم على راسي جوه محل الهدوم ان ادمت قوي الحركه بتاعت وانا بقيس البنطلون تقول لي شكله جامد قوي عليك. الموضوع ده ادم وكلنا متفقين ان هو ادم، فبلاش تعمله. جو ان انت تقعد تبيع لي وتقنعني ده عشان بدل ما كنت جاي اجيب بنطلون هجيب 5، صدقني انا معيش تمن غير بنطلون واحد ويا رب يكمل. ده اول هام. تاني هام، بلاش تقول لي البنطلون ده تركي، لانها مش هتحرك جواه اي حاجه الا لو البنطلون بينزل معاه رحلات لتركيا مثلا، ممكن افكر لو الرحله ببلاش يعني. ورجاء لاصحاب المحلات بلاش 999.99 قرش، لان انا مش هشتري بنطلون ب 1000 جنيه، ده 4 كيلو بانيه ده. عايزين نلحق الماتش بقى، مش عارف هنتأهل ولا ايه ولا مش هنتأهل زي كل ربنا يستر. يلا بينا. في شغلانات يا جماعة بيبقى الطبيعي فيها ان مقدم الخدمة بياخد مقدم او ما يسمى قديما بالعربون، او اللي بيتسمى في ايجيبت الديبوزيت. فيا ايها الكلاينت، انا مش هبدأ شغل لما تديني المقدمة بتاعتي العربون الديبوزيت اللي انت عايزه، لان انا مش هصرف على الشغل من جيبي لحد ما انت تفك كيسك او تقول لي بقى مراتك انه عادي. انا دي مش قصتي. معلش انا بتعصب بتكلم كده يعني. انا لو جيت لك بس رايح جاي باوبر دي ميزانيه، فانت مجرد ما احنا اتفقنا اعتبرني عيل من عيالك. اما شغل من غير عربينو عرباني نو. تاني حاجه ودي مهمه جدا، دخلنا جوه الشغلانه اشتغلنا او بعد ما خلصنا الشغلانه اكتشفت ان الشغل غالي عليك ماديا، ما تقوليش، لان دي حاجه مش تفرق معايا خالص. والخدمات زي المنتجات، وانا عن نفسي بتحصل لي دايما ان انا ساعات بخش محل
اشتري تيشيرت وانا خارج مروح الاقي تيشيرت ارخص منه، وافضل الوم نفسي ان انا ليه ما جبتش الرخيص من الاول. فحلها يا تبص قدامك يا اما انزل اسال وهات من الرخيص قبل ما تجيلي. وكلنا عارفين ان الانسان كده كده بيحب يوفر، سواء انت او انا. ثالثا وهو الاهم، هتاخر الدفعه الاخيره هاخر التسليم، بس خلاص. أنا فل يا دنيا تمام أوي كده. طول ما حسابك ما فيهوش 9 اصفار او اقل سيكه يعني، فقشطه انت عادي. طيب يا جماعه، انا عندي قناعه، احنا كلنا بنتقابل صدفه في موقف السلام، سكان السلام، سكان الشروق، سكان مدينتي. فيا ريت كلنا نعمل حساب اليوم ده. اولا لو انت من السلام بلاش تتشبحن لمجرد ان انا لابس نظاره او شكلي مهندس، في حين ان انت براحتك يعني، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه، انا بس بقولها لك كمعلومه يعني. لو انت من سكان الشروق ما تعملش فيها من مدينتي، لان هي جنبك ولحد دلوقتي انت مش عارف تسكن فيها، فاهم قصدي؟ ولو انت من سكان مدينتي ما تكلمنيش انجليزي، لان عمرك ما هتعمل كده في موقف السلام. فلما بنتقابل في شغلانه مثلا ما تكلمنيش انجليزي، لان هقابلك صدفه في موقف السلام. وكلنا عارفين انك مش ضامن تكمل في مدينتي وممكن تروح الشروق في اي وقت، فخلي بالك. بقترح نتجمع كلنا نشرب حاجه في موقف السلام، وكفايه خلافات بقى عشان هي ما بقتش فارقه اصلا. اول كل شهر بلاقي نفسي مخصوم من حسابي رقم، اقعد اقول ايه ده بتاع ايه، الاقي نفسي مشترك في نتفليكس وواتشت وشاهد، في حين ان انا عندي اي بي تي في بيجيب كل الحاجات دي. بس تحس ان انت نتفليكس كده وشاهد وواتشت بيدوك واجهه اجتماعيه عشان لو جه ضيوف ولا حاجه. ده بالنسبه للفرجه. تعالى بقى يوتيوب، سبوتيفاي، انغامي. ده انا مره لقيت نفسي شاري شخصيه كرتونيه في ابلكيشن بتخصم مني 300 جنيه في الشهر من سنه 2019، وكل شهر بنسى اكنسل الاشتراك. فبقعد ابص على الفلوس دي بلاقيها كانت ممكن تبقى قسط عربيه يعني. يا جماعه انا هطلب اكل، هتاكلوا؟ لا لا انا مش جعان. اول ما بيجي الاكل تلاقي نفس الشخص اللي قالك مش جعان، كلكم عندكم واحد في الشله عامل كده. اول ما الاكل بيجي يروح جاي قايل لك ايه بقى، ما توريني الفراخ كده بتقول ايه. ني 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 ني. لا يا عم الفراخ مش عايزه تقول لك حاجه. بيبتدي بقى يبجح ويقول لك يا عم ده انت بخيل، ولما بنشتم بيزعل. عايز اقول للي بيعمل كده انت اوحش من اوحش حاجه انا شفتها في حياتي. عارف الدني انت ادنى منه، لما روح كتك القرف. أنا هقفل قلبي خلاص على كده. طيب يا جماعه، بما ان الصيف خلص وبما ان البادجت بتاعه المصايف بقت عاليه جدا، انا عندي فكره مشروع هسيبها لكم هنا اوبن سورس. لو اي حد من الديفلوبرز بتاع الابلكيشنز حابب يستخدمها انا ما عنديش مشكله، ولكن هيديني نسبتي. انا عندي ابلكيشن اسمه طب يلي بايع. الابلكيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 باقات، باقه برونز، باقه فضه، باقه جولد. وقبل ما اقول لكم الباقات عايز بس اقول تنويه ان الفكره اللي انا هقولها دي قبل ما الموضوع اياه ينتشر، وقبل الترند بتاع الاستاذ بوجي المحترم اللي على راسي، وقبل البوست بتاع الاستاذ محمد سامي بتاع رد كليتي، وكله معايا مستنداته بالتاريخ. الفكره دي عندي من زمان قوي واسالوا صحابي. طيب اول باقه اسمها كلوتي تامين لاسرتي. يعني ايه كلوتي تامين لاسرتي؟ حضرتك بتبيع لنا كليتك وبندخلك في مجموعه فيها 15 فرد عندهم نفس الهدف زي الجمعيه كده، فبيبقى معانا 15 كليه بنبيعهم كلهم، بناخد فلوس الكليه نحطها في حساب بنكي بتطلع لنا عائد 20%، بنوزع العوائد بشكل سنوي او نصف سنوي او ربع سنوي او شهري على ال 15 فرد، وبتفضل الفلوس تتراكم في البنك، وممكن بعد 10 سنين تقدر تشتري كلية جديدة من شاب لسه داخل الابليكيشن جديد. فكده انت امنت اسرتك وبدلت كليتك اليمين. طيب تاني باقة معانا اسمها ايه؟ اسمها قلبك يا حول الله. بناخد قلبك، ايوه زي ما سمعت، تتبرع بقلبك، بنجيب تحته قلبين، والقلبين بيجيبوا قلبين، وطريقة المعروفة في التسويق الشجري، وبندي لحضرتك بداله قلب صناعي. القلب الصناعي ده يقعد يشتغل يعمل بامب فبيطلع كهرباء. وبما ان شجرة القلوب بتطرح دايما معلش، فتوليد الكهرباء ده بيدر عليك اموال شهرية لمدة 5 سنين، بيديك ديسكاونت على فاتورة الكهرباء، وبينفع تقسط عربية كهرباء مع فاليو. طيب تالت باقة معانا وهي بالنسبة لي اهم باقة، اسمها باقة اديني عقلك. بناخد عقلك بندمجه مع نموذج ذكاء اصطناعي وبنسلمك كجثة هامدة لعيلتك، وبعد دمج نموذج مخك مع نموذج الذكاء الاصطناعي بيتم تخليدك كما القدماء المصريين، وينفع يتوارث افكارك احفادك وتبقى افكارك متاحة للجميع. وكمان
وكمان بينزل هديه على الباقه دي 3 شهور اشتراك شات جي بي تي مجانا، وقبل العمليه 3 ايام اقامه في فندق شامل فطار غدا عشاء بورنوس غزل محله. ودي كده بتبقى الباقه الاخيره معانا. شوف حابب تستثمر في ايه وعرفنا، ولو حضرتك مستثمر ملائكي فاحنا عطلانين على استمبات كتير لتخليص اوراق اول مرحله. هسيب لكم الانستا باي بتاعي في صندوق الوصف او في الديسكريبشن لسكان ايجيبت. وفي نهايه حلقتنا حابب اقول لكم يا ريت محدش يهزر معايا، لان اللي انا قلته ده مش اصح حاجه، وتلك هي المساله. يا رب مصر تكسب.